أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فري كورة وملخص أخبار اليوم. اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. العناوين: الأهلي يعرض أكثر من $1,000,000 لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي. قائمة منتخب مصر تحت 17 تفوز على قطر 7-1 ودياً استعداداً لكأس العالم. التوأم حسن وأبو ريدة يمثلون مصر في قرعة كأس العالم 2026. يوفنتوس بيفكر في تغيير مدربه بعد سقوط الثالث وهبوط النتائج. عضو منتخب مصر الثاني يطالب بتأجيل مباريات الدوري حفاظاً على تجهيزات المنتخب. النادي الأهلي هيبدأ تحضيراته لدور المجموعات مع استمرار الإصابات. التفاصيل: الأهلي يعرض أكثر من $1,000,000 لضم إبراهيم دياباتي. النادي الأهلي دخل سباق التعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي 25 سنة، هداف الدوري السويدي، بعد ما قدم عرضاً تجاوز $1,000,000 وفقاً لتقارير. العرض جه بعد رفض ناديه السابق عرضاً أقل، والدنماركي توروب أقر بأهمية التعاقد قبل الموسم المقبل. قائمة منتخب مصر تحت 17 تفوز على قطر 7-1 ودياً. في الدوحة، منتخب مصر للناشئين حقق فوز كبير على منتخب قطر بنتيجة 7-1 ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم تحت 17 اللي هيشارك فيها. التوأم حسن وأبو ريدة بيمثلوا مصر في قرعة كأس العالم 2026. حسب أسوسيشن، التوأم حسن وإبراهيم حسن ورئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة هيسافروا واشنطن لتمثيل مصر في مراسم القرعة. يوفنتوس بيفكر في تغيير مدربه. نادي يوفنتوس أعلن إقالة مدربه الكرواتي إيغور تودور بسبب النتائج السيئة، والتقارير الإيطالية بتضع لوتشيانو سباليتي كأقرب لخلافته. عضو منتخب مصر بيطالب بتأجيل مباريات الدوري. المدرب حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني أكد إن هناك طلب رسمي لتأجيل مواجهات بعض الأندية في الدوري المصري كي يتفرغ اللاعبين للمنتخب. النادي الأهلي هيبدأ تحضيراته لدور المجموعات مع استمرار الإصابات. دي كانت أبرز وأحدث أخبار اليوم. قولوا لنا تحت في الكومنت أي خبر حببكم أكتر أو تحبوا تحليل ليه، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان توصلكم حلقات فري كورة يومياً.